بعد 40 يوم من العدوان على اراضينا طلع ابو عبيده واتكلم على موضوع الخمس بقرات الحمر اللي استوردتهم اسرائيل من واشنطن واللي هم معدلين جينيا. فتعالوا نشوف ايه موضوع البقرات الحمر ده، وهل فعلا هم هيذبحوها اول يوم العيد عشان يبنوا هيكل سليمان المزعوم واللي بالنسبه لهم الهيكل الثاني. عايزين نعرف ايه هو هيكل سليمان. هيكل سليمان ده النبي سليمان بناه في القدس، وهو ده اول هيكل اتبنى في القدس واللي دمره نبوخذ نصر، وده واحد من اهم الملوك الامبراطوريه البابليه في الوقت ده، واللي دمره سنه 587 قبل الميلاد. والهيكل ده كانوا بيسموه الهيكل الاول، لان بعدها ب 71 سنه تقريبا بنوا الهيكل مره ثانيه وسموه الهيكل الثاني. بس الرومان دمروه سنه 70 ميلاديا، ودلوقتي جماعات الهيكل مقتنعين ان هم لازم يبنوا الهيكل مره ثالثه ويسموه الهيكل الثاني. في المعتقدات اليهوديه ان البقره الحمراء اللي مستنيها اليهود من اجل تمهيد هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم. والاسطوره بتقول عندهم ان من 2000 سنه ما اتولدش ولا بقره حمراء، وان البقره الحمراء اللي هم عايزينها ليها شروط معينه وخاصه جدا، ولكن ظهورها في الوقت ده بيعتبروها اشاره الهيه لبناء الهيكل الثاني وظهور المسيح المخلص. فكره البقره الحمر مبنيه على اساسا من فتوى الحاكميه الكبرى من تحريم اليهود دخول المسجد الاقصى لانهم نجس بسبب لمسهم الموتى، وان البقره الحمراء لازم يذبحوها فوق جبل الزيتون ويحرقوها ومن الرماد بتاعها يتطهر الشعب اليهودي. ومن شروط البقره لازم يكون عدى على عمرها سنتين وشهرين على الاقل، ومفيش مشكله بالنسبه لهم لو هي اكبر من كده، وما يكونش عليها اي علامات مختلفه عن اللون الاحمر، وتكون ما اتربطتش ولا اشتغلت في اشغال قبل كده ولا اتحلبت ولا اتحط على ظهرها اي حاجه، فبالتالي تكون البقره كده مستعده للذبح والحرق. وكل الرماد بتاعها يستخدم مع ماء من عين سلوان وتستخدم وقتها للتطهير، ونقطه واحده من الميه دي مع الرماد كفيله ان هي تطهر شخص واحد بس. وبيكون كده جاهزين اليهود ان هم يدخلوا المسجد الاقصى المبارك. ومن فتره اعلن معهد المعبد عن انهم محتاجين طلبه كهنه عشان يدربوهم على العمليه دي. وفي يوم 27 مارس عملوا مؤتمر عشان ينفذوا فيه العمليه دي، والتوقيت المسجل في النصوص الدينيه عندهم وهو الثاني من لسان العبري، واللي يوافق في السنه الميلاديه يوم 10 ابريل اللي هو اول يوم العيد، واللي ده اول يوم ممكن تتم فيه عمليه الذبح. ولو ما عرفوش هيضطروا ان هم ياجلوها للسنه اللي بعدها او اللي بعدها او اللي بعدها. بس لك ان تتخيل بقى يا مسلم ان بعد ما عمليه التطهير دي تتم مستوطنين كتير هيدخلوا المسجد الاقصى وممكن يوصلوا ل 100,000 مستوطن، وعلى مرأى ومسمع العالم كله عشان يهدوا المسجد الاقصى ويبنوا الهيكل المزعوم. والعالم الاسلامي والعربي كله داخل على كارثه كبيره جدا، مش بس بتهدد وجوده والتراث بتاعه والتاريخ، لا دي بتهدد اهم الرموز الدينيه والاسلاميه، وهي اول قبله للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين والمكان اللي زاره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج. يا ريت تقولوا رايكم في الكومنتات، هل العالم الاسلامي فعلا هيلحق نفسه قبل الكارثه دي، ولا هنصحى على اول يوم العيد بقرار التطهير وهدم المسجد الاقصى؟ واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. كان معاكم محمد. سلام عليكم.